المنتخب النسوي هناك في المغرب رغم المسرحية التي جرت قبل التأهل إلى الربع النهائي والخروج برأس مرفوع بعد الخسارة بركلات الترجيح. ما مستقبل المنتخب النسوي؟ نتحدث عن قائمة بوغورا تحسبا للشان بدون مفاجآت، ولكن هناك حديث عن هذه القائمة التي لن تكون نهائية. الحديث في الموضوع الثالث عن عقود اللاعبين تثير الكثير من التساؤلات في الجزائر. 30 مليون تقتطع منها الضرائب، والحديث عن العقود، وبعد ذلك لأول مرة الحديث عن المخدرات مع اللاعبين بعد الفاصل. أهلا بكم. قبل فحص المخدرات الجديد للاعبين في الجزائر وعقود اللاعبين التي أثارت الكثير من اللغط والتساؤلات، وقبل ذلك أيضا قائمة بوغورا استعدادا للشان فيها وعليها، هذا ما يقوله البعض. سنبدأ موضوع الحلقة الأولى عن مشاركة المنتخب النسوي هناك في المغرب، ورغم المسرحية التي كانت في بدايتها لكن المنتخب دخل التاريخ، ورغم خروجه في ربع النهائي لكنه خرجنا مرفوعي الرأس. فيصل بن طلعة الحارس الدولي السابق، مرحبا بك. أهلا وسهلا. اهلا وسهلا كابتن. مرحبا، سعيد دائما بتواجدي معك. وعبد الحق الليل اللاعب والمدرب السابق ورئيس جمعية الوطنية للوكلاء الرياضيين. سعد الحق، مساء الخير. السلام عليكم. أهلا وسهلا. من فترة ما شفتك، صح؟ الله يعيشك. مرحبا. طبعا سنبدأ المشاركة بالنسبة للمنتخب النسوي لأول مرة. يبدو بأننا لأول مرة نصعد إلى الدور الربع النهائي، ليس يبدو وإنما الحقيقة، وهو أمر مثير ملفت للانتباه. ولا واحد كان يتوقع على الأقل في الفترة الأخيرة. يبدو بأن هناك شيء جديد بالنسبة للمنتخب النسوي. صحيح كابتن. اليوم نشوف المنتخب الوطني النسوي كان يحضر، وأنا كنت في المنتخب، كانوا يحضروا بجدية، لاعبين محترفين يعني في المستوى، مدرب في المستوى محنك. كنت قريب منهم فيصل؟ كنت قريب جدا منهم كابتن. لأنك اشتغلت مع المنتخب فترة الأخيرة. صحيح كابتن، ولكن شفنا المدرب كان يشتغل يعني باحترافية كبيرة. شفنا اللاعبات نفس الشيء، كانوا في المستوى منضبطين في كل شيء، الأمور كانت مضبوطة كابتن. ولو كنا نشوفوا المباريات الوديات اللي كانوا يلعبوها كانوا في المستوى. ودايا شفنا اليوم المنتخب يعني صنع الحدث وصنع المعجزة باش تأهلوا أول مرة في تاريخ كرة القدم النسوية للربع النهائي. سنبقى في البطولة. بالنسبة للمنتخب كانت هناك مسرحية أثيرت هناك في المغرب، نزع علم ما نزع علم، في النهاية تغلبنا على هذا الأمر. زادهم حماسا وتحفيزا حتى وصلوا إلى الربع النهائي. لما تخرج من الربع النهائي وتخرج بركلات الترجيح أمام منتخب غانا، يبدو بأنه أمر كثير جد مميز بالنسبة للمنتخب. والله كابتن مارك غلط واش راك تتكلم، يعني موضوع مهم جدا، لأن عندما يكونوا المشاكل هذو راح تحفزك كابتن، لأن هذا منتخب وطني، يعني تنسى الكرة، تولي لك يعني الهيبة تاع الجزائر، لازم تربح، لازم كذا، لازم تطلع الجزائر في المستوى. وشفنا اللاعبات اليوم أدوا يعني دور كبير، وصلت المشكلة هذيك هي اللي حفزتهم وأعطت لهم يعني قوة وقدرة باش يتأهلوا الربع النهائي. والحمد لله شفنا آخر مباراة 0-0 كابتن، ما نساوش 0-0 كابتن. تأهل المنتخب الوطني خسر في الربع النهائي بضربات الترجيح. شفنا المنتخب لعب مستوى مع فريق غيني، الفريق الغانا كان في المستوى وأعطى يعني نظرة كبيرة. والحمد لله المنتخب تاعنا يعني يرجع بقدر، يعني بمقدور يعني لا باس به. والحمد لله اليوم أنا المنتخب حاصل على ربع نهائي لأول مرة في كرة القدم النسوية. ولو نشوفوا البطولة تاع النسوية ماهيش في المستوى، ولكن شفنا اليوم المنتخب الوطني اللي شرف الجزائر كما ينبغي. طيب سعد الحق اللي لما تشوف المنتخب النسوي على فترات سابقة بالنسبة لكل الاتحاديات تقريبا لم يكن هناك منتخب جدي يشارك بهذه الصورة الإيجابية. أنت تشارك هناك في المغرب، ضغوطات كبيرة ما حدثت، الكل يعرف هذا الأمر، ولكن في النهاية تحقق هذه النتائج. ماذا تعني هذا الأمر؟ يعني هذا الأمر. بعد بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لي نتيجة الفريق الوطني إناث في المغرب تعتبر نتيجة جد حسنة. لازم نتمن هذه النتيجة، يعني سواء المدرب أو اللاعبات أو الطاقم المسير، اثبت أن المرأة الجزائرية لما تريد تحقيق نتائج قادرة على يعني تحقق المستحيلات. نعم. أنا بالنسبة لي نقول نتيجة جد إيجابية، لازم نحافظوا على هذه النتيجة. والعالم الصحفي كامل راهو يتكلم على الإقصاء هذا لأنها مفاجأة بالنسبة لهم.
الفريق الوطني الجزائري نساء يعني اناث عمره ما كان حقق نتائج ايجابيه كما هذه المرحله. لكن ملاحظه كما قال الاخ، بالنسبه لي عندنا فريق وطني قوي لا باس به حاليا، نتمنى الاستمراريه، لكن نطالب باعاده النظر في المنهجيه بالنسبه للبطوله الوطنيه كرة. طيب أسئلة بالنسبة للمنهجية. فيصل، منتخب وطني في المباراة الأولى مع بوتسوانا يفوز بهدف دون مقابل، يتعادل مع تونس، ثم يتعادل في المباراة الأخيرة مع نيجيريا، يتأهل إلى ربع النهائي ويتأهل دون تلقي أي هدف. يبدو بأن أيضا مشوار جد إيجابي لسيدات. صحيح، اليوم سيدات اليوم مشوار إيجابي يعني على طول الخط. أنا نقول تانيك لازم نرجعوا شوية لورا كابتن. الفيدراليه اعطت لهم كل الامكانيات. لي سباريك بارتنر كانوا يلعبوا عده دوريات في لدات فيفا ولا لدات، كانوا يلعبوا عده مباريات وديات خارج الوطن وداخل الوطن. نعم. سينيالي هذه لازم نقولوها. شفنا اللاعبات المنتخب الوطني يعني كانوا يعني واجدين، كانوا يستنوا في هذه كاس افريقيا. انا كنت نتكلم مع بن ستيتي ويعطيه الصحه ثاني المدرب اللي قام بواجب، اللي قام بالواجب تاعو، واللاعبات مشكورين والطاقم الفني كل شيء. أنا نقول اليوم المنتخب الوطني لازم تكون عنده الاستمرارية، ولازم كابتن نشوفوا الوضعية تاع المنتخب النوادي تاعنا الإناث، لأن شوف هذا لازم يكون عندنا خزان كابتن. لازم في الأصناف الصغرى لازم يكونوا واجدين البنات باش يطلعوا سينيور ويطلعوا واجدات. دونك أنا جبونس هذا حافز للمنتخب الوطني. أنا نقول اليوم المنتخب الوطني شرف الجزائر كما ينبغي. كما تكلمت كابتن، راك تتكلم كمدرب كابتن. اليوم نشوفوا تحاليلك في الموضوع، لان علاش اول مره في تاريخ كره القدم الجزائريه النسويه ما تسجل عليهم ولا هدف. دونك انا نقول لك المنتخب الوطني قوي جدا دفاعيا وسط ميدان. اليوم عندنا حظ، هذا المنتخب لازم نعرفوا كيفاش نكملوا به ونطوروه باش للمرحلات القادمه ان شاء الله. طيب، هناك مفارقات تبدو غير منطقيه، بطوله ضعيفه بالنسبه لسيدات في الجزائر، ولكن منتخب يبدو متميز، ولكن الاعتماد ايضا على اللاعبات اللي خارج، اللي ينشطنا خارج الدوري الجزائري. هل يجب ان نغير ايضا نظره اخرى بانه يكون عندك بطوله جيده وما ينصيروش على نفس المنتخب الاول هو الاعتماد الكلي على خارج بطوله جزائريه؟ صعيب شيء كابتن، صعيب الانسان يكون واقعي ونكونوا منطقيين كابتن. البطوله النسويه هنا ما عندناش قيمه كبيره في الجزائر، دونك يعني صعيب شيء. ولكن هاد اللاعبات لهم يلعبوا، ما نساوش مدرب خارج يعني كابتن، مدرب دا كاس اوروبا لا تشامبيونز ليغ دا مع فريق ليون، وكاين البنات نفس الشيء يلعبوا في انديه كبيره، ليون مارسيليا، يلعبوا عده انديه. جوبونس هاد البنات هذوما عندهم امكانيات كبيره، وشفنا على غرار المهاجمه هذيك نسيت اسمها هذيك في المستوى العالي جدا. عندنا وسط ميدان ممتاز جدا، حارس مرمى ممتاز جدا. انا نقول لازم يخدموا الشبان تاع هنا في الجزائر، لازم يشتغلوا اكثر فاكثر باش يطلعوا المستوى تاع البطوله. كيف يمكن الاستثمار زعما الحق اللي الاستثمار في هذا النجاح بالنسبه للمنتخب والمشاركه الايجابيه جدا هناك في المغرب؟ كيف يمكن الاستثمار حتى ما تكونش فقط ذكرى قال تاهلنا الى الدور ربع النهائي وقصينا بركلات الترجيح وانتهى الامر؟ كيف يمكن ان نستثمر في هذا الامر ويكون عندنا نظره استشرافيه للمستقبل حتى يكون فيه استمراريه واستثمار في هذه النتيجه الجد ايجابيه؟ علينا الاهتمام بالرياضه النسويه عن طريق ماذا؟ منهجيا نروحوا الرياضه المدرسيه، الاهتمام بالعنصر يعني في الفئات الصغرى، يعني في الفئات الناشئه، لي كاتيجوري جون اكزيجي ما بين قوسين. لازم نفرض على كل من هو يعني نادي رياضي هاوي او نادي رياضي محترف او اكاديميه او مدرسه لكره القدم ان يكون معها موازي معها الفريق. هل يمكن ان تكون هناك استراتيجيه مع انه هذه فقط شعارات، لانه من زمان وحنا نتحدثوا على نفس الشيء؟ سابقا اسمح لي كلام كبير، شو سابقا يعني في العشريه السوداء كانت عندنا في كل ولايه الجمعيه الوطنيه لتنقيه الرياضه النسويه، ما زالت متواجده، ولكن نشاطها نقص بزاف، قل. اذا احنا نطالبوا بهذا اعاده النظر في تفعيل النشاط تاع الجمعيات الوطنيه لتنقيه الرياضه.